صباح الخير ومساء الخير يا للروح. السلام عليكم شباب، عاملين ايه؟ وان شاء الله تكونوا طيبين وبألف خير. لما تخلص من تاون هول 10 بعد ما تمكس كل اللي فيه من دفاعات وسور وجنود وحتى ملوك، وتطلع على واحد من اهم تاونات لعبة كلاش اوف كلانس والمميز من وجهة نظري انا، واللي هو تاون هول 11. ساعتها بتفكر بكام نقطة. أول نقطة بتفكر فيها، هل أبتدي أنزل الدفاعات الجديدة الأول؟ وتاني نقطة بتبتدي تفكر فيها، أبتدي أمكس إيه بالظبط؟ تالت نقطة بتبتدي تفكر فيها، إيه هي أسرع وأحسن طريقة تقدر من خلالها توصل لتاون هول 11 ماكس وتستمتع بكل لحظة فيها وإنت بتمكس في نفس الوقت بتهجم وبتنشئ تصاميم. مع بعض هنشرح كل نقطة من دول بكل سهولة وهقول لكم تعملوا إيه بالظبط. فيديو مهم، يا ريت تسمعوه للآخر. بس قبل طبعا ما تكملوا الفيديو، اوعى تنسى تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، تذكر الله فألا بذكر الله تطمئن القلوب، بعدين تدوس لايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويا ريت تشارك الفيديو مع كل أصحابك لو عجبك عشان يستمتعوا زيك، وطبعا تكتب لنا كومنت تشجعنا فيه. ويلا نبدأ. نيجي لأول نقطة بتقف قدامنا أول ما نخش تاون هول 11، وهي هل أنزل الدفاعات الجديدة الأول ولا لأ؟ خلينا نقول إن التاون هول 11 تاون جميل جدا، وبينزل فيه ملك جديد واللي هو الأمير الكبير اللي قدرته طبعا كلنا عارفينها واللي هي مهمة جدا. وكمان بينزل دفاع جديد مهم جدا وقوي جدا ومن أهم الدفاعات اللي موجودة في اللعبة، واللي هو مدفعية الناس. ودول لوحدهم مصدر إغراء علشان تنزلهم بسرعة. بس لو انت بتتابع ناس على اليوتيوب هتلاقي بعض اللاعبين واليوتيوبر يقول لك استنى عليهم شويه، او ممكن تنزل الامر بس لانه عشان ما بياخدش وقت في التنزيل، يعني بينزل بسرعه عشان تستفاد بقوته في فتره التعزيز اللي بيدوها لك مع القريه. تمام. ليه بيقول لك كده بقى اليوتيوبر او اللاعبين دول؟ علشان انت لو نزلت الدفاعات الجديده وبقيه المميزات اللي مع تاون هول 11، هيطلع لك في السيرش تاون هول 11 عشان تهجم عليه، وانت لسه جديد، مش معاك تصميم، مش معاك استراتيجية مضمونة، ولا حتى بتعرف تهجم، فاكيد المسح هيبقى فيه مشكلة. فالاحسن ما تنزلهمش علشان يطلع لك تاون هول 10 وتتغلب عليه بكل سهولة. طيب اديك سمعت الكلام اللي بيقوله اليوتيوبر، بالله عليك فين المتعة في اللي انت سمعته؟ فين متعة التجربة انك تجرب الهجوم على تاون هول جديد وتحاول تكون لنفسك استراتيجية حتى لو بتهجم بجنود بتاون هول 10 لسه ما ترقوش ولسه جيشك ما اكتملش؟ فين الاستمتاع طبعا بالمدفعية الجديدة وهي بتزين تصميمك والتاون بتاعك؟ وليه تستنى فترة كبيرة عشان تبتدي تنزل؟ انا كواحد بلعب اللعبة علشان المتعة، عشان الحرب، عشان الهجمات اللي فيها والتصاميم والتركيز، مش عشان تقول لي استنى شوية. لو انت طبعا معايا في الكلام ده يشرفني ان انت تكتب لي تحت في الكومنتات ان انا صح. وبكده نكون خلصنا من اول نقطة معانا، وندخل على تاني نقطة واللي هي يا ترى بعد ما نزلنا مميزات تاون هول 11 ابتدي امكس ايه بالظبط. بس قبل ما اكمل الفيديو، لو انت لسه معايا اتمنى ان انت تكون اشتركت في القناه وفعلت زر الجرس ورزعت اللايك الجميل وكتبت لي كومنت تحت يشجعني عشان انشر المزيد من الفيديوهات. اما بالنسبه للتمكيس فتعالوا نشوف بالظبط ايه اللي نمكسه وايه اللي نسيبه. بالعقل كده انت لازم تبتعد عن تركية الملك والملكة. هتقول لي ليه ابتعد دلوقتي او ليه ما ركيش الملك والملكة دلوقتي؟ لان هما كده كده في الاساس الليفل بتاعهم 40، وبتلاقي مع التعزيزات ان هي بتزودهم حوالي 5 ليفلات زيادة، فهم كده كده الليفل بتاعهم عالي، فانت مش محتاج ترقيهم في البداية لان في حاجات اهم منهم دلوقتي. طبعا انت كمان مش محتاج ترقي السوق، كمان المستخرجات سواء كانت مستخرجات ذهب او اكسير ظلام او الاكسير العادي، فانت مش محتاج ترقيهم دلوقتي. وبرضو سيب الدفاعات. امال كده هنرقي ايه بالظبط في القرية ولا هنمكس ايه؟ هقول لك انا هنرقي ايه. بالنسبة للآمر فطبعا انت ده اهم واحد دلوقتي تخصص انك تحاول تمكسه 5 ليفلات على الأقل قبل ما ينتهي التعزيز. وكمان تمكس المعمل عشان تبتدي تطور في الجنود بتاعتك. بعد كده تطور كل مخازن الذهب والإكسير علشان تعرف تطور الدفاعات بعد كده. طيب، وبعد كده طبعا تمكس قلعة القبيلة بتاعتك علشان تزود من مساحة تعزيزاتك، وكمان معسكرات الجيش عشان تزود من مساحة جنودك. وبعد كده ممكن تفكر تبقى تمكس الدفاعات أو الملوك أو بقية القرية.
وبكده نكون خلصنا من تاني نقطة وغطيناها برضو كلها وحكينا فيها كتير. ونيجي لآخر نقطة معانا، واللي هي ايه أحسن وأسرع طريقة علشان أوصل لتاون 11 ماكس بذكاء. إجابة السؤال ده بيعتمد بشكل أساسي على النقطة رقم 2 بس بالترتيب اللي هقولهولك ده، وده اللي هيسهل عليك المهمة ويخليك توصل للماكس بكل سهولة. أول حاجة أنت هتبتدي طبعا على طول كده بعد ما تنزل الحاجات اللي انا قلت لك عليها، تنزل المميزات، انك ترقي المعمل بتاعك للمستوى الماكس في تاون هول 11 علشان تبتدي تطور في الجنود بتاعتك وتطور في السبلات عشان طبعا يبقى جيشك قوي. بعد كده هترقى على طول قلعة القبيلة الخاصة بيك عشان تزود من مساحة تعزيزاتك، علشان طبعا لما تهجم يبقى معاك تعزيزات كفاية عشان تقدر تمسح جزء من التصميم. بعدين هتخصص عامل معين وتتركه مخصوص علشان يوصل الآمر لمستوى 5 على الأقل قبل انتهاء فترة التعزيز اللي بتبقى جاية مع القرية أو التاون هول الجديد. بعدين طبعا هتبتدي تركب مخازن الدهب والإكسير عشان تستغلهم كويس في إنك ترقي بقية الدفاعات. وأول ما تخلص منهم ممكن تبتدي ترقي في معسكرات الجيش، وما تستعجلش أبدا. طبعا هترقي معسكرات الجيش علشان تزود من مساحة الجنود بتاعتك اللي هتهجم بيها. طبعا ما تستعجلش انك ترقي الثكنات وثكنات اكسير الظلام عشان تنزل الالكترو دراجون وتنزل الجولوم التلجي، لان اصلا انت ممكن ما تستعملهمش في الهجوم على تاون هول 11 في الاساس، لان هم كده كده ما بيبقوش فعالين، لان ما بيبقوش فعالين يعني على تاون هول 11 في العموم. وكفاية عليك كده يا صديقي، علشان الفيديو فعلا هيبقى طويل قوي وممل كده، وانتظر مني جزء تاني ان شاء الله نكمل فيه بقية التطويرات وبقية الكلام عن تاون هول 11. بس طبعا لو انت وصلت معايا لحد هنا ما تنساش انك تشترك في القناة، تفعل زر الجرس وتخبط لايك جميل وتكتب لنا كومنت، ابقى شاكر ليك جدا. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.